ورجعنا حضراتكم مشاهدينا الكرام، وبنستقبل دلوقتي دكتوره سالي سعد جوده، المحاضر والمدرب الدولي في العلاقات العامه، وموضوعنا النهارده عن السوشيال ميديا والقضايا الاجتماعيه. زي ما قلنا في بدايه حلقتنا النهارده، يعني السوشيال ميديا الحقيقه خدت مساحات كبيره جدا من حياتنا، وبقت في تفاصيل كتيره جدا من حياتنا يمكن كنا بنحتفظ بيها بيننا وبين بعض، بنخلي اسرارنا واسرار بيوتنا مع بعضنا. كمان كان في صور زمان كتير بنحتفظ بيها في البومات، ومجرد ان احنا بس يعني نسترجع الذكريات دي بيننا وبين بعضنا. دلوقتي كل ذكرياتنا وحياتنا الحقيقه تفصيله تفصيله ولحظه بلحظه موجوده على السوشيال ميديا. هل ده صح ولا غلط؟ هل يعني التطور اللي حصل اللي خلى الناس يعني بتحب انها تعرف الناس هي موجوده فين، بتاكل ايه، بتشرب ايه، بتحط صور اولادها، هل ده ليه ضوابط معينه ولا لا؟ هل كمان اثرت على حياتنا بشكل او اخر ولا لا؟ يعني خلينا نقول ان في بعض العلاقات الاجتماعيه ما بين ازواج بدات تهتز شويه بسبب السوشيال ميديا. كل التفاصيل دي وكل التساؤلات دي حالا هنعرفها مع دكتوره سالي. مرحبا بيكي دكتوره سالي. اهلا بحضرتك دكتوره بجد هبه. منورانا النهارده وسعداء جدا بوجودك. انا سعيده جدا بوجودي معاكم النهارده. اهلا بيكي. طيب بجد دكتوره سالي انا بشكر حضرتك يعني احنا سالناكي دكتوره سالي ممكن نتكلم عن ايه، فكان ده اقتراح حضرتك في البدايه، والحقيقه هو اقتراح مهم جدا لانه بالتاكيد السوشيال ميديا بقت داخله في حياتنا بشكل كبير جدا. صحيح. شايفاها او مقيماها ازاي كمحاضر في مجال الاعلام يا دكتوره سالي؟ السوشيال ميديا طبعا احنا دلوقتي في عصر الانترنت والفضاء الالكتروني والتقنيات. السوشيال ميديا بقى ليها دور كبير جدا في حياتنا، وبقى ليها تواجد كبير جدا في حياتنا. يعني لما تيجي تشوفي كده الإحصاءات العالمية هتلاقي إنه وفقا للإحصاءات اللي بتنشرها المواقع اللي بترصد نشاط المستخدمين على الإنترنت، وجدوا مثلا إنه أكتر من 10 مليار مواطن حول العالم بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا. بيقعدوا تقريبا حوالي أكتر من 10 مليار ساعة يوميا عشان يتابعوا السوشيال ميديا. وجدوا أيضا أنه لو مثلا الإنسان بينام 6-8 ساعات في اليوم، فالدراسات والإحصاءات قالت أنه 15% من عدد ساعات اليقظة للإنسان بيكون بيتابع فيها مواقع التواصل الاجتماعي. الشخص العادي بيمارس يوميا فيما في حدود 2.5 ساعات، ده أقل شيء أنه بيقضيها على مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي بقت داخلة في كل حاجة في حياتنا، بنشوفها في كل حاجة. المواطنين العاديين بقى عندهم حسابات على أقل شيء 6-7 مواقع تواصل اجتماعي، منصات. وده حقيقة بجد يعني برضه خليني أقول لك خد من وقتنا كتير ومن صحتنا ومن صحة علاقاتنا بالآخرين. صحيح. بمعنى يعني خليني اقول لك اي علاقه صحيه ما بين زوج وزوجه في وقت ليهم يتكلموا مع بعض. للاسف ده الوقت ده بقى ما بقاش وقت كلام قد ما كل واحد قاعد على الجهاز بتاعه. صحيح. بقى في برضو الحقيقه علاقه مش صحيه خالص ما بين الامهات واولادها، لان الام قاعده مشغوله والاولاد نفسهم مشغولين على السوشيال ميديا. صحيح. طب دي الحقيقه دوامه كبيره قوي يا دكتوره سالي. وعشان اقول لحضرتك كده ونبقى صراحه والناس تقول ان احنا بنتكلم بشكل صادق، يعني مش هينفع مره واحده نقول اللي ماسك الموبايلات يسيبها، مره واحده هنقول مفيش وقت للموبايلات وللقعده عليه. الحل ايه من وجهه نظر حضرتك يعني بشكل عام عشان يبقى حل عملي؟ يعني بصي هقول لحضرتك على حاجه. الحل لو كل اسره قننت عدد ساعات مواقع التواصل الاجتماعي لافراد الاسره كلهم. يعني انا مثلا مع اولادي انا مش هقدر امنع عشان نبقى صادقين يعني كده. عشان نبقى بس صراحه مع بعض كده. انا مش هقدر امنع مثلا في البيت ان الولاد يستخدموا التليفون او يتعاملوا مع الانترنت، لكن اقدر اقنن ساعات. يعني صحيح. انا ده اللي بعمله مع اولادي. يعني انا مثلا الرقابه الاسريه، انا بنوتي اصغر من 12 سنه، فانا عامله لها على التاب بتاعها اكونت رقابه اسريه، ابقى عارفه ايه اللي انا اقدر اخليها تشوفه وايه اللي ما ينفعش مثلا تشوفه. انا معاكي جدا. عدد الساعات بسمح لها بعدد ساعات معينه، مجرد ما التوقيت ده بيخلص التاب نفسه بيقفل. عارفه اللي هو يقول لك ورقه وقلم واكتبي ورايا ست الكل، اكتبي ورا الدكتوره سالي. بجد النصايح دي لانها حضرتك كمان حلوه قوي انك مطبقاها كأمي دكتوره سالي. بالظبط. فلو قلنا لحد مثلا سن 12 سنه لا احنا نعمل له رقابه اسريه. بالظبط. وفي يعني تطبيقات كتيره جدا ممكن تربط موبايل الام والاب بموبايل الابناء. دي حاجه بعد 12 سنه احنا هنعمل الرقابه الاسريه بس بدون بقى يعني بدون الكونكشن، بدون الاكونت.
احنا برضو يعني انا برضو ابني بعد 12 سنه بالظبط رايح تاني اعدادي، فبرضو نفس الشيء، احنا عندنا عدد ساعات معينه، خلاص انت معاك وقت من كذا لكذا، هتتابع فيه التليفون، انا ببقى شايفه هو بيشوف ايه، انا متابعه هو بيشوف ايه، فانا هعمل رقابه اسريه من دون ما احسس برضو الابناء ان انا ضاغط عليهم، لانه الضغط هيولد الانفجار، احنا عارفين ده كويس جدا. انا مع حضرتك جدا. طيب ده كده لو اتكلمنا على شكل ضبط موضوع السوشيال ميديا بالظبط. طيب المضمون بقى والموضوع نفسه ان احنا الحقيقه ليه حياتنا الاسريه وحياتنا الشخصيه بقت كلها على السوشيال ميديا؟ معنى انه مثلا اختلفت مع زوجي في حاجه، ابدا اللي هو ادخل ويعني عادي كل البيوت بتختلف يا جماعه، لكن ادخل على جروبات الخاصه بالسيدات وغيره وابدا اقول ده زوجي بيضايقني، ده عمل ايه، وتلاقي تجارب ممكن تكون ملهاش اي علاقه بالتجربه بتاعتك بتديكي نصايح سلبيه. بالعكس الزوج برضه يدخل على الجروبات الخاصه بالرجال ويبدا يقول زوجتي عملت وعملت وعملت، فالرجال طبعا حضرتك عارفه برضه ممكن يعملوا ايه ويحفزوا جدا الزوج على الزوجه. ايه اللي بيحصل ده يا دكتوره سيدي؟ اللي بيحصل انه احنا فقدنا العلاقات الاجتماعيه والاسريه والزوجيه الواقعيه واستبدلناها بعلاقات تانية افتراضيه. الزوج قاعد على تليفونه عايش حياته مع المجتمع الافتراضي اللي شايف فيه مؤثرين، يعني انا بصراحه ضد فكره او كلمه المؤثرين، لانه هم بلس 1 هي يعني مع حضرتك واحده كمان وكده بصراحه. شايف المشاهير السوشيال ميديا اللي حياتهم كلها فيك، وده يمكن حتى الدراسات اثبتت انه في بعض حالات الطلاق في دول في الوطن العربي، سواء في مصر او في العراق او في الامارات او غيرها من الدول، اثبتت الدراسات والاحصاءات انه نسب الطلاق كانت اغلبها بسبب التأثير السوشيال ميديا. اما انه زي ما قلت لك الزوج شايف نمط معين من النساء اللي حياتهم كلها فيك، هي جايبه تفاصيل حياتها اليوميه، صحيت من النوم، روقت البيت، عملت الفطار، مش عارفه نزلت راحت فين بالظبط. هو متخيل انه زوجته نفس الشيء، لازم تعيش بالطريقه، فبيصطدم بالواقع، بيلاقي انه الحياه على ارض الواقع مختلفه. الزوجه نفس الشيء، شايفه الزوج اللي طول الوقت بيدلع زوجته، اللي بيخرجوا ويوديها مش عارفه فين ويعملوا ايه والرومانسيات وياكلوا ايه ويروحوا فين والاجازه ايه والهدايا ايه. فطبعا بتيجي على ارض الواقع وفي الحياه الواقعيه تصطدم بانه في الحياه في ظروف اجتماعيه تانية، في الحياه على ارض الواقع مختلفه. حضرتك الحقيقه انه هنا الحقيقه في نوع من التغييب بصراحه الكبير جدا صحيح. من يسموا انفسهم بالمؤثرون. انا مع احترامي شديد جدا على فكره، عشان بس ما حدش يقول ان احنا بنقول انه المؤثرون مش موجودون في حياتنا، لا في مؤثرون كتير جدا، لكن صحيح. الحقيقه مش بالشكل ده. صح. المؤثر اللي له تاثير كبير هو ممكن يكون بالعلم بتاعه، ممكن صحيح. يكون بالفكر بتاعه، ممكن صحيح. يكون على فكره صاحب مشروع صغير ونجح وبقى كبير، يعني قيمه ايجابيه بيقدمها في المجتمع، لكن قيمه مؤثر بانه بياكل مراته في ما اعرفش فين وبتاكل زوجها ما اعرفش فين، واشترينا النهارده هدايا لبعض ما اعرفش محل ايه ونعلن المحل ده، مع احترامي الشديد جدا لهم، يمكن رايتنا يعني يحتمل الصواب او الخطا، لكن صحيح. انا مش مع فكره المؤثر. المؤثر هو من ينتج شيء يعني. صحيح. هل الفكر ده المهم يعني يوصل للناس، او المفترض ان وسائل الاعلام تشتغل على البوينت دي؟ لانه الحقيقه مفيش توعيه، لازم يبقى عندنا حملات توعيه. احنا لازم نستغل مواقع التواصل الاجتماعي احنا كمان باستغلال ايجابي. انه انا دلوقتي يعني لازم اعمل توعيه للناس، اشوف الناس بتحب انهي طريقه واعملها لهم بيها. يعني لو الناس مثلا حابه فكره العرض الدرامي للقضايا، اعرضها لهم بشكل درامي، واعرض المشكلات فعلا الحقيقيه اللي بيتعرض ليها الناس، وابدا اقول لهم يا جماعه انه خلي بالك. يعني مثلا احنا بنشوف دلوقتي حسابات كتير على الفيسبوك مثلا كمثال، ام فلان، عائله فلان مش عارفه ايه، تطلع النهارده قدمت من وجهه نظرها ده مثلا عرض ايجابي لحاجه في حياتها، نلاقيها مثلا بعد يومين دخلت عملت لايف، اللايف كله
بتتكلم تقول لهم انا النهارده هقول لكم تفاصيل طلاقي من زوجي كانت عامله ازاي، ويبداوا الفضايح وسلسله بقى من الاتهامات من الفضايح والتشهير وممكن بعد شويه بعد شهر 2 تلاقيها رجعت لجوزها تاني. ما هو ده اللي بيحصل حقيقي. وعايزه اقول لحضرتك بقى يعني الحقيقه الناس طبيعه البشر عامه ان هو عايز يعني ايه يتعرف على حياه الاخرين، او يعني صحيح. يميل الى التعرف على حياه الاخرين. صحيح. فالفكره دي هو بيلعب عليها جدا المؤثر او المؤثره دي، وانه بيفضل يقول اسراره الشخصيه ويزود في عيار اسراره الشخصيه عشان يلاقي ده. طبعا ده يوازي فلوس ويوازي دعم مادي. فبجد الناس لازم تبقى مدركه لده. اتكلمتي عن الدراما، كان الحقيقه السنه دي يعني مسلسل احمد مكي الشهير طبعا السنه دي عمل النقطه دي، يعني هيعملها في اكتر من حلقه، وقال انه الحياه دي كلها حياه مصطنعه وحياه مش حقيقيه. وبصراحه يعني كل التقدير لفريق العمل لانه اشار للنقطه دي. نتمنى بجد ان احنا نشوفها في مسلسلات وفي افلام كتير. احنا المشكله انه مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الحياه الشخصيه باستمرار عملت عند الناس هوس جدا. ايوه يعني معاكي. احنا نقدر نحط تحت كلمه هوس دي 100 خط، ان بقى الناس عندها هوس لنشر الحياه الشخصيه. انه تفاصيل اليوم هو شايف كل ما زود عيار حياته الشخصيه بالظبط، هو شايف انه المتابعه بتيجي من نشر الحياه الشخصيه. يعني انا هقول لك على حاجه العاديه كمان يا دكتوره حصلت معايا حصلت معاكي شخصيا. حصلت معايا في مره من المرات لقيت ولادي عاملين قناه على اليوتيوب. ولادك شخصيا؟ عاملين بقى قناه على اليوتيوب، ويا ماما احنا عملنا قناه على اليوتيوب. قالوا لك كده؟ طب الحمد لله قالوا لك. احنا عملنا قناه على اليوتيوب. طيب هتنشروا فيها ايه؟ قال لك هنقعد بقى ونحكي زي فلان وفلان وفلان نصور ونحكي بالظبط، ونحكي احنا بنعمل ايه ناكل ايه وبنشرب ايه وكده. طبعا شفتي حضرتك بطريق غير مباشر كان تاثير المؤثرون دول على الاولاد بالظبط. انا عايزه اقول لك، وطبعا هتلاقيهم يقولوا لك عشان يكسبوا ماديا، هم عارفين. ايوه هم بالظبط. قال لك كده، قال لي عشان احنا كل ما هنجمع متابعين هيبقى فيه فلوس قعدت طبعا معاهم وفهمتهم انه يا ولاد مش ده المكسب، انه الانسان علشان يكسب لازم يشتغل، لازم يعمل عمل ليه قيمه. فبدات بنتي مثلا ردت عليا قالت لي طيب ما هم بيصلوا، وقلت لها ما هو مش مقياس، مش مقياس انه عشان الانسان ده يعني طالع هو اصلا فكره انه يطلع يصلي قدام الكاميرا، يصلي على الكاميرا كمان. يعني فكره انه فكره انه هم مثلا بيصلوا قدام الكاميرا، هو علاقه الانسان بربه مش محتاجه انها اجيبها قدام الكاميرا. انا ما خدتش بالي من حاجه يعني شوفي بقى، يعني من ضمن الحاجات شوفي بيوصلوا يعني هم بيدخلوا للاطفال من ناحيه ايه، انه ده بيصلي فاذا كل الاشياء اللي هيقدمها بعد كده مقبوله. فشوفي الفكره. فاحنا عملنا هوس. مهمه دراسه بجد ترصد ده بالظبط، جدا، لانه واعتقد ان حضرتك شغاله في دراسه زي كده. والاهم بقى التوصيات الدراسه دي او نتائجها، انه الجهات المعنيه اعتقد زي ما حضرتك قلتي، منها الجهات الانتاج الفني زي الدراما لازم يبقى فيه توعيه شديده جدا. وسائل الاعلام بشكل عام بجد يا جماعه، يعني ما ينفعش ابدا نروج انه حد عمل ترند على السوشيال ميديا فجيبه واعمله نجم واعمله ضيف في كل البرامج الفضائيه. صحيح. مع احترامنا الكامل، لكن الحقيقه لما يكون ترند ولا حاجه، شيء عبثي، شيء تافه، لا يعني يهم اي مواطن. في قضايا اكتر من كده، وفي مؤثرون زي ما اتفقنا. صحيح. شباب مبتكره ومخترعه وشباب تشرف مصر في كل حته. فنتمنى بجد انه برضه يبقى في يعني نوع من التواصل ما بين الاماكن البحثيه ونتائج الدراسات الخاصه بالسوشيال ميديا ووسائل الاعلام. طيب وقتنا قرب ينتهي مع حضرتك الحقيقه دكتور سيد، بجد سعداء جدا بطرحك الموضوع ده، وانه يعني نحاول ان احنا نكون وسيله من وسائل الاعلام اللي بتتكلم عن الموضوع ده. صحيح. لو بتختمي كلامك لكل الناس اللي بتشوفك، لكل اب وام، بجد يعني رساله كده عارفه من القلب، من قلب ام، لفكره نشر الحياه الشخصيه، نشر مكان المصايف، نشر صور اولادنا الشخصيه. صحيح. نشر فكره بعض الاحيان بقى الاسرار بقى العلاقات، الخلافات او حاجه زي كده، ان انا ابدا يعني اقول عملت فيا وعمل فيا والحاجات دي. فتنصحي بايه او تقولي ايه؟ انا انصح يعني نفسي قبل اي حد، انه يا جماعه لازم تبقوا عارفين انه الفيسبوك او مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام ما هياش مكان لا لعرض الاستفسارات ولا لعرض المشاكل ولا الانسياق ولا ورا الترندات. النهارده في ترند السلايف على جروب مش عارفه ايه، فكل واحده تدخل تتكلم على سلفتها. بكره ترند الحموات. ده مش مكانه، ده مش مكانه. ما ينفعش ولا تصلح مواقع التواصل الاجتماعي لعرض المشكلات ولا لعرض الخلافات، لانه ببساطه
سالي غير هبه غير صحيح. منى، كل صحيح. واحده فينا هترد عليها بالسياق الاجتماعي والثقافي اللي هي صحيح، عايشه الخلفية فيه، الاجتماعية. بخلفيتها التعليميه، بظروفها هي ممكن تبقى اللي انا شايفاه مشكله حضرتك مش شايفاه عارفه مشكله. حضرتك يعني مثلا صح بكلامك يا دكتور سالي، الخلفيه الاجتماعيه مثلا في بعض الاماكن الناس عايشه في بيت عيله، فما بالظبط. ينفعش مثلا حد في بيت العيله ما يعديش على الاب والام كل بالظبط. يوم وكده، لكن بالظبط. مثلا الزوجات اللي في المدينه ممكن تكون عايشه بالظبط. في بيت تاني، ففكره انها بتعدي عليهم كل يوم مش موجوده فكره قوي. نسبيه فازاي ما المشكله كمان يا تعديش على دكتوره اهلك هبه، ومش عارفه ايه وهتجاوب يعني بنت نسبية المدينه هتبقى المشكلة مشكله. كمان يا دكتورة هبة، أنا ممكن أبقى شايفة إن دي مشكلة بالنسبة لي حتى ولو هي تافهة، هي ممكن تبقى تافهة بالنسبة لحضرتك والعكس. فأنا لما أجي أرد عليكي وأنا شفت ده، يعني أنا بشوف والله عبارات بنشوفه، أنا عايزة أقول عبارات لحضرتك زي طبعا. أيوة. يا ستي اتطلقي منه، يا عم اتطلق منها الستات على ده سيبك قفا من منها يشيل، لا دي وجيبك ست عمته ستة. الحرباية، دي كلها مصطلحات وجمل احنا بنشوفها يوميا على مواقع التواصل تخيلي الاجتماعي. بقى. تخيلي لما دي النصايح اللي احنا بننصح بيها بعض، ولذلك اللي هي انتوا عارفه بتسالوا حضرتك مين؟ خراب اجتماعي بالظبط. بس، يعني انتوا بتسالوا الفكره ان مين؟ احنا هل اللي بتساليه ده اهل لهذا السؤال بالظبط. انه بالظبط يجاوبك؟ في جهات عندك فتوى دينيه ارجعي لدار الافتاء، صحيح. عندك استشاره اسريه ارجعي الأسرة للكبير بجد في اسرتك. يعني عارفه رباط الاسره يا جماعه بالظبط. بجد رباط مقدس جدا، وما ينفعش ابدا اي حد يعني يهز صحيح. الرباط ده صحيح. بمجرد نصايح. احنا محتاجين نرجع للواقع بتاعنا تاني. والله هي دي اللي بتختمي بيها ونسحب شويه نفسنا من الواقع ويها تاني كده دكتوره الافتراضي. سالي، نرجع للواقع. احنا محتاجين نرجع للواقع بتاعنا تاني يا الواقع جماعه، الحقيقي يا جماعه. للواقع الحقيقي. محتاجين نعيش على ارض الواقع، نبعد عن تليفوناتنا شويه اللي فرقتنا واللي قطعت الروابط الاسريه. بجد دكتوره سالي فعلا سعداء جدا، حديثك من القلب جدا وواصل للقلب اكيد. شكرا جدا دكتوره سالي سعد جوده، المحاضر والمدرب الدولي في العلاقات العامه، ونتمنى ان شاء الله نشوف حضرتك على خير مره ثانيه وبجد يكون وضعنا افضل باذن الله. ربنا يكرمك. شكرا جدا لحضرتك وبنشكر حضراتكم. يمكن حاولنا من خلال فقرتنا دي ان احنا نوعي حضراتكم شويه، يمكن السوشيال ميديا في كل جزء وفي كل بيت احنا عارفين، لكن على قد ما نقدر نحاول نخليها في سياقها بس انها وسيله ترفيه، مش ابدا وسيله بديله عن الواقع الحقيقي زي ما الدكتوره سالي قالت. نشكر حضراتكم شكرا جزيلا، على وعد بلقاء جديد وحلقه جديده وهي